السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. النهاردة يوم 16 فبراير. خلاص رمضان هيكون يوم الأربع أو يوم الخميس. احنا لسه مش عارفين اليوم هيكون ايه بالظبط. معانا عصير تفاح. بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا. احنا النهاردة جايين نتكلم عن الخوف. ازاي نفهم الخوف، ازاي نتعامل مع الخوف، يعني ايه خوف. وهحكي لكم كذا حاجة أنا مريت بيها علشان كده أدركت معنى الخوف فعلا. طيب، أول حاجة الخوف ده ممكن يكون متعلق بالدراسة، متعلق بحياتك، متعلق بعلاقاتك، متعلق برضو بنفسك انت، بتحديات معينة انت خايف او جروح معينة انت خايف تفتحها لانك خايف. طيب، اول حاجة الخوف، علشان بس احنا لازم نفهم ان الخوف ده ممكن يكون حاجة كويسة، خوف محمود يعني، وفي خوف مش كويس، خوف مذموم. طيب الخوف المحمود اللي هو ايه؟ انك مثلا خايف على حاجة تضيع منك فبتعملها تنجز فيها، خايف مثلا على انك تخسر علاقة معينة فبتبذل فيها كل جهدك، بتخاف مثلا انك تبوظ علاقتك بربنا فبتلتزم، يعني بيكون في جانب من الالتزام في العلاقة ديت. ففي خوف بيكون محمود وبيدفعك انك تعمل حاجات كويسة، فده خوف كويس، ده خوف ليه جانب انتاجي. تمام. طيب الخوف المذموم بقى، الخوف المذموم بالبلدي كده خالص، الخوف اللي بيعطلك، الخوف اللي بيشلك حرفيا، يعني خوف بيمنعك انك تقوم بدورك في كل حاجة بقى خاصة بالدراسة. انك خايف مثلا خايف انك ما تجيبش مجموع كويس فخلاص انا مش هعمل حاجة، انا هقعد ايه ومش هعمل حاجة وكلام من ده. المشكلة دي عموما آم، ممكن نلخصها ان هو خوف بيمنعك من اداء مهامك او دورك في الحياة عموما. طيب، احنا الخوف الاولاني دوت طبيعي عند اي حد، كلنا بنخاف بدرجات متفاوتة. يعني حتى من الخوف التاني احنا برضو يكون عندنا خوف، بس ازاي نقدر نديره وازاي نقدر يعني نفرقع البالونة الكبيرة ديت. اول حاجة اول حاجة احنا محور الحاجات اللي نخاف منها لازم الاول نقعد مع نفسنا. يعني انا خايف مثلا دلوقتي من ان انا ابدا مثلا اعمل حاجه ممكن تكون غريبه على الناس اللي حواليا. طيب انا عايز افهمكم بس حاجه، ان بصوا، احنا لما نبدا اي حاجه بيكون في زي اهتمام مش عارف شايفين ولا لا، اعمل لكم هنا بس انا البتاع كاتب عليها المهام. بصوا، انت في الاول بيكون عندك يعني الناس اللي حواليك بيكونوا مهتمين قوي. يعني انت مثلا بدأت تنزل مثلا حاجات او مثلا بدأت تعلن عن شغلك على السوشيال ميديا، اي حاجة بتعملها تمام، هتلاقي في البداية الناس مهتمة قوي وبتتابعك. الناس اللي حواليك يعني مستغربة شوية، في ناس بتشجعك، في ناس انت كنت متوقع انها تشجعك ومش بتشجعك، بس في الغالب الناس بت ايه بتلاحظك. بعد كده الفترة الأصعب إنك بتنزل تحت خالص، محدش مهتم أنت بتعمل إيه. يعني هي الناس بس بتلاحظك أول شهر شهرين، بعد كده والله حتى من بعد تاني أسبوع محدش بيهتم. بعد كده في النقطة دي هنا بقى إيه التحدي الحقيقي، محدش مهتم. فأنت لو كسرت بس الطلعة الأولانية دي وعملتها، بعد شوية محدش بيهتم، ده في أي حاجة، شغل دراسة أي حاجة. طيب بتيجي هنا بقى التحدي الحقيقي، انك لو ربنا اكرمك فتح عليك يعني تطلع تاني هنا، او طبعا بتطلع بقى ايه بعكاز وتقع على وشك، طلعة واقعية يعني. بعد كده لما تطلع هنا كل الناس بقى ايه تبدأ تقول انا كنت متأكد ان هو هيعملها، كنت متأكد معرفش ايه وكلام من ده. ده في اي حاجة انت مثلا تدرس، آم،
فالناس في الاول شاطر وحلو وامور وبتاع كلام من ده، بعد كده محدش مهتم. لان انت لو نجحت او ما نجحتش في حياتك او جبت مجموع كويس محدش مهتم، العالم مش هيقف. تمام، فما تنتظرش يعني ان حد هيدعمك قوي غير مثلا والدتك او والدك او اخواتك مثلا، فدول ممكن يكونوا مهتمين بنجاحك. بس برضو انت لو ما عملتش حاجه في اليوم يعني محدش هيعرف يغيرك، فخليك مدرك لده. فخلي الخوف بقى في المساله بتاعت النجاح ديت، وانك تعمل حاجه انت مدركه. انت بس كسرت الحاجز الاولاني، خلاص الناس بتشوفك انك بتعمل حاجه غير مألوفه. النجاح يا اخوانا ده حاجه غير مألوفه، ان يكون في حد ناجح في حياته ده مش طبيعي. لان لو كنا كلنا ناجحين كان خلاص بقى العالم عاش في الجنة بقى. لكن احنا مش كلنا عندنا نجاح في حياتنا، مش كلنا بنعمل الحاجات الصعبة. فأول حاجة لازم تدرك يعني يبقى عندك إدراك للرسمة دي. تمام، في أي حاجة بقى، دراسة وكلام من دوت. طيب، هتتغلب على ده ازاي؟ انك تبعد خالص، احنا قلنا الكلام ده 100 مليون مرة، بس اهم حاجة تبعد عن الصورة التخيلية. انت مفكر ان الناس بقى هتقعد آه تبص عليك، ان ممكن حد يكسفك، ان ممكن حد يقولك انت عمرك ما هتنجح في حياتك، انك عمرك ما هتجيب مجموع، انك عمرك ما ماشي، مفيش مشكلة عادي. لكن احنا بنكبر قوي من البالونة ديت لغاية ما هي بتكون مسيطرة علينا. فالعقل زي ما قلنا قبل كده، خلاص انا هرتاح مش هعمل حاجة. واحنا برضو عندنا مشاكل خاصة بالطفولة، ان احنا عندنا فكرة الناس اللي هي بتكون مدللة، اللي هو لازم حد يجي يقوله لا انت لازم تنجح، انت لازم محدش بيعمل كده. التدليل اللي عندنا ده لازم يعني نفكنا منه من الاخر، لازم نكبر دماغنا منه. لان انا لو قعدت بقى لا شجعوني، لا، محدش مهتم. محدش مهتم انت بتعمل ايه. تمام، فاحنا نحاول نخلي الخوف اللي عندنا دوت يدفعنا اللي احنا ننجز، واللي احنا نعمل الحاجات المطلوبة مننا. طيب، الخوف التاني ازاي نتغلب عليه؟ ان احنا نبقى مدركين ان محدش مهتم، ان في الاول هيكونوا مهتمين، بعد كده طول المرحلة وصولا للنجاح محدش مهتم. اول ما توصل بقى كله هيقول لك انا كنت مصدق فيه، انا ما اعرفش ناس كانت بتكرهك هتلاقيها عامله نفسها بتحبك، يعني حاجات من دي كتير. تمام، فانت بس لما تبدأ هيكون عندك ادراك انك كنت عامل بالونة مش حقيقية. عايز اقول لكم حاجة كمان مهمة جدا من واقع تجربة. محدش بيبدأ في دراسة او شغل او اي حاجة او بينجح في حاجة وهو مثلا بيكون متمكن فيها باكتر من 70%. يعني ايه؟ يعني اي مهنة معينة او اي تخصص في الدراسة عموما انت بتكون ملم بس ب50 60%، ومع الشغل ومع التطور انت بتتحسن في ده. فانت ما تفكرش انك مثلا هتبدأ تذاكر مثلا وانت 90%، تبدأ مثلا تعلن عن شغلك وتكون مميز في شغلك وانت 90%. لا، كلنا بنبدأ من مستوى متوسط وأقل من متوسط، ومع الوقت الوضوح والتطور بيبان. لكن طول ما انت بعيد عن الصورة، ما بعد ليه طول ما انت بعيد عن الصورة نفكر ان الطريق صعب جدا. بس انت لازم تبدأ وتعرف بقى. يعني برضو في ناس عندها مشكلة اللي هو لا، انا لازم ابدا اي حاجه انا بعملها وانا معايا الماتيريال الفلانيه، ولا معايا الكراسه، ولا معايا القلم الفلاني، ولا النور كويس. حاله في الجنه، يعني حاله بيحصل لي حاله الكمال في بدء الحاجه، ده مش موجود. انت لازم تبدا باسوا قلم معاك، لازم تبدا باسوا نظاره، لازم تبدا باسوا امكانيات، لازم تحب الامكانيات السيئه دي علشان مع الوقت انت هتتطور. تحب الكاميرا الوحشه، تحب كل حاجه حواليك المتاحة معاك دلوقتي، لأن بعدين الحاجات الوحشة دي يعني في مخيلتك يعني هي اللي هتطورك، هي اللي هتزقك لقدام. انت ما عندكش بديل. تمام، فمش بنبدأ احنا بفكرة الصورة الكمالية الخيالية، لا، احنا بنبدأ باللي موجود. ذاكر من أسوأ كتاب ده هيدلك على الكتاب الصح. ذاكر من أسوأ واحد بيشرح في اليوتيوب أو بيشرح أي حاجة، الشرح الوحش ده هيدلك على الشرح الكويس. بس أهم حاجة إنك يكون عندك
بص يا اخوانا، محدش بيخش على حاجه. يعني مثلا هل النجار ينفع يعمل خشب ويعمل ادوات النجاره من غير ما هو معاه التولز بتاعته؟ لا. نفس الفكره، اي حد بقى بيذاكر لازم يكون معاه ادوات معينه، منها الصبر، منها الجلد، منها الاستمراريه، منها ان هو بيحط نفسه في الحاجه، بيرمي نفسه حرفيا في الميه، بعد كده ايه؟ بيشوف بقى الميه هتوديه على فين. تمام. لو انت اتعلمت 4 سنين من كتاب اكاديمي عن ازاي تعوم، ازاي تكون سباح كويس، ممكن اجيب حد عليهم شهرين في البحر هيتعلم وخلاص، شكرا. فانت لازم تجرب، وانت مع الوقت هتعرف بقى ايه الصورة الاوضح والصورة الاحسن. طيب، كويس جدا. الموضوع ده جميل يا عمر، بس احنا برضو عندنا فكرة الخوف. بصوا، احنا قلنا ان الخوف ممكن يكون كويس. طيب ازاي احنا بقى ناخد الخوف الكويس ده ونطبقه؟ انك يكون عندك آم، يعني جزء من عزة النفس، انك عزيز قوي، وانك عارف انك قوي، وعارف انك كلام من ده وبتاع، وفي نفس الوقت عندك ايمان عالي قوي بربنا. الايمان العالي بربنا بيخلي النقطة التانية عندك تبقى ايه يعني؟ تقدر انك تمانج الحوار ده، انك تديره. يعني انا عموما آم، لما يكون عندي ايمان عالي بربنا، لما بحس ان الموضوع، لا هو ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيكرمني في الموضوع دوت، انا هاخد بكل الاسباب الدنيويه، والفتح والتيسير هيكون من ربنا سبحانه وتعالى. انت مش هيقف قدامك حاجه. خلاص بقى ادركت ان الخوف ده جزء من اللعبه، فخلاص انا هتغلب عليه بقوه القلب اللي عندي وقوه الايمان. يعني احنا الحاجات دي مش مجرد كلام، لا، انت فعلا لما مثلا بتعمل محتوى معين او بتعمل حاجه معينه او شغلانه معينه، وانت داخل عليها بنفسيه ان ربنا هيساعدك، وان ربنا هيفتح عليك، وان ربنا هييسر لسانك للكلام، بتعملها كويس. كم مره انت مثلا كان عندك امتحان ومذاكر كده ايه 40 50%، ولقيت نفسك جبت درجه عاليه؟ ده مش عشان انت شاطر، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح عليك. كم مره كان عندك شغلانه معينه وكنت مفكرها ان هي تعبانه وكلام من ده، والعميل اتبسط منها جدا؟ ده مش علشان انت شاطر، ده علشان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك. فدي الخلاصة. دي يعني ايه زي ما بيقولوا الزتونة. الجانب دوت بقى لازم يكون عندك ايه. في بيت شعر بيقول لك ايه: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ابيات الشعر ديت يعني بتحز في نفسك كده، بتديك ايه دفعة معنوية انك لازم تعمل ده، لازم يبقى عندك إرادة وقوة وكلام من ده. بجانب الإيمان بربنا سبحانه وتعالى، خلاص انت كده يعني بتقدر تدير الخوف اللي عندك ده وتحجمه، تقلل حجمه شوية. تمام. في برضو يعني آخر نقطة أنا كاتبها هنا، في ابن القيم قال لك إن العجز، البتاع هيفصل الكاميرا هتفصل، إن العجز آم، احنا كنا نقوله ايه؟ لابن القيم: العجز ترك ال لا انا مش فاكر المقولة، انا كتبتها غلط تقريبا، خلينا اتاكد منها علشان ما اقولش حاجة غلط. كنت كاتبها في النوتس امبارح. العجز ترك الفعل مع المقدرة، اما الحزم فهو المبادرة مع التفكير. يعني انت بتاخد بأسباب الأمور وبتحسبها كويس جدا، وخلاص تتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، ده بنعمله ازاي؟ هل مثلا بنقوم من النوم خلاص هنعمل كل حاجة؟ لا، بندرب نفسنا عليه، بناخد الامور ببساطة واحدة واحدة، وبنبعد خالص عن الصورة التخيلية. يبقى احنا ببساطة الخوف، اول نقطة عندنا خوف محمود، خوف بيدفعك لفعل الاشياء، وفي خوف بيمنعك عن الواجبات اليومية. طيب، الخوف كده كده هيكون موجود، احنا لازم نسيطر عليه، لازم نديره ونحجم حجمه، نحطه في حجمه الحقيقي. هنعمل ده ازاي؟ لما نكون مدركين ان احنا مفيش الصورة الكمالية لفعل الاشياء، احنا كلنا بشر، لازم يكون عندنا صورة واقعية ان انا واحدة واحدة كل يوم بدير الخوف ده. ببدأ باللي معايا، بعمل اللي معايا، والناس مش بتكون مهتمة. الناس ممكن تلاحظ 4 5 أيام يعني مكبر دماغها. تمام.
آه الأهم الاستمرارية، وإن إحنا الوضوح والصورة اللي هي أحسن حاجة بتجيلنا مع الوقت. مش هتجيلنا وإحنا واقفين على البوابة وزعلانين ويلا ساعدوني، لا مش هتيجي كده خالص. طيب آخر حاجة، المقولة اللي هو فكرة قوة القلب، انك يكون عندك فعلا ادراك انك تقدر تعمل الحاجه دي، انك تفكر فيها كويس ويكون عندك مبادره، زائد بقى ايه المعاني اللي بتدفعك لديت، اللي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وانك يكون عندك ايمان بنفسك، وفي نفس الوقت يكون عندك الايه، المحفز او الحاجات اللي بتديك بس الدفعه الاولانيه، ابيات شعر، حد بيحفزك، حد بيقول لك كلام كويس وهكذا. بس طول الطريق انت هتكمل لوحدك. دي كل حاجه. اتمنى اكون اتكلمت معاكم في الموضوع كده بصوره بسيطه خالص. الخوف امر طبيعي جدا، احنا بس ما تعلمناش نتعامل معاه، وعندنا الكماليه مبوظنا دماغنا خالص. الحمد لله. وبس كده. السلام عليكم.